يا كابتن. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ اهلا بيك كابتن احمد. ازيك يا ياسر، عامل ايه؟ الله يسلمك يا كابتن، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت بصحة وسلامة يا كابتن. خلصت يا كابتن ياسر ولا لسه، ولا في كلام، ولا رايح ولا لا؟ لا هو خلاص ان شاء الله، مع النادي الزمالك اتكلم مع النادي المنصورة في كل حاجة وخلاص، والتفاصيل كلها خلصانة، وان شاء الله في مندوب من النادي بكرة طالع من نادي الزمالك وجاي نادي المنصورة ان شاء الله، خلاص ياخد الاستغنى ويديلهم اول دفعة ان شاء الله. مبسوط انك رايح الزمالك؟ طبعا نادي الزمالك نادي كبير واي حد يتمنى يلعب في نادي الزمالك. محطة بالنسبة لك، بتفكر بعد كده في أوروبا؟ مش قلقان وأنت رايح من المواضيع المالية، المواضيع المادية؟ لا مفيش قلق خالص والله العظيم، يعني هي بتبقى في الأول وفي الآخر والله أرزاق، يعني أنا كنت في المنصورة وكنت بفكر إن أنا أروح حتة في أوروبا برضه أنا مع المنتخب بعد كأس العالم. إن شاء الله. دي أرزاق وجالي نادي الزمالك، نادي الزمالك طبعا يعني أي حد يتمنى إنه يلعب في نادي الزمالك، نادي كبير طبعا. لكن المنصورة خلاص وافق بالفعل واتفق على المقابل المادي مع نادي الزمالك. هو وافق اكيد، يعني الحاج ابراهيم اتكلمت معاه وقعدت اتكلمت معاهم وكده، وقلت لهم انا حابب ان انا اروح نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا يعني ده هتبقى خطوه كويسه ليا واول خطوه في حياتي. هم بصراحه ما وقفوش قصادي خالص بصراحه، قالوا لي خلاص ربنا يكرمك وكده يعني. رحت واتكلمت مع الكابتن حلمي طولان. الكابتن بصراحه حلمي طولان شخصيه من اجمل الشخصيات بصراحه اللي قابلتها، اتكلم معايا بكل وضوح وقال لي خلاص ان شاء الله، وكلم الحاج ابراهيم واتفقوا مع بعض كل حاجه، كان الكلام قدامي بصراحه. فخلصوا كل حاجه يعني، ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. يا رب، ربنا يوفقك ان شاء الله يا ياسر، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق في نادي الزمالك وخطوه منه ان شاء الله باذن الله على بره. بشكرك شكرا جزيلا ياسر ابراهيم، نجم نادي المنصوره ومنتخب مصر للشباب برضو.